كيف قتل قلم امرأة؟ ولماذا قد تسبب رفرفة فراشة إعصار؟ هل تصدق أنه رفرفة جناح فراشة قد تكون سبب في إعصار على الجانب الآخر من العالم؟ طبعا ليس لأن جناح الفراشة يملك هذه القوة، بل لأن التغيير الصغير جدا قد يحدث سلسلة متتابعة من الأحداث حتى تنتهي بنتيجة هائلة، وهذا هو جوهر نظرية تأثير الفراشة. بهذا المشهد السينمائي جسدت هذه الفكرة ببراعة. يبدأ الرجل بالمشي بالشارع بهدوء، وجهه خالي من الانفعال وخطواته ثابتة، فنلاحظ لغة جسده أنه رفع أصبع السبابة في وجه سائق السيارة فتتوقف على الفور. هذه الحركة تعكس الثقة والشعور بالسيطرة على الموقف. بعدها يقترب من صندوق البريد ويضع القلم عليه بشكل عمودي، ثم يبتسم ابتسامة جانبية خفيفة، وهذه الابتسامة في قراءة لغة الجسد توحي بأنه يتوقع شيء وكأنه يراقب تجربة بدأها بنفسه. ثم تتحرك عيناه بسرعة نحو الجهة الأخرى، فيجد شاب يقود دراجة هوائية بسرعة كبيرة. مجرد حركة العينين تكشف أنه ما ينظر إلى القلم بل إلى ما سيصنعه القلم. نلاحظ تمر سيارة أجرة بجانب صندوق البريد، فيهتز القلم ويسقط على الأرض، فإذا برجل يجلس ويشرب القهوة يلاحظ القلم، فتتسع عيناه قليلا ويرتسم على وجهه تعبير الاهتمام والابتسام. هاي الحركة البسيطة غيرت مسار جسده بالكامل. باللحظة نفسها يصطدم به راكب الدراجة، فيسقط الشاب ويبدأ الشجار وترتفع الأيدي وتشتد تعابير الوجوه وتتغير نبرات الأصوات، فلغة الجسد تقول بأن التوتر انتقل من شخص إلى مجموعة كاملة. هذا المشهد يجذب انتباه سائق الباص، فيلتفت برأسه نحو الحادث، فمجرد التفاتة رأس لثانية واحدة كانت كافية ليغفل عن إشارة الحمراء. وبالوقت نفسه كانت امرأة تحمل باقة الزهور تعبر الشارع بخطواتها الهادئة وجسدها المرتخي، لأنها تعتقد أن السيارة ستتوقف. لكن الباص ما توقف، ووقع الحادث، والرجل الذي بدأ كل شيء يواصل السير بهدوء وكأن شيئا لم يحدث. هنا نفهم معنى تأثير الفراشة. لم تقتل المرأة الدراجة، ولم يقتلها القلم، ولم يقتلها حتى انشغال السائق وحده، بل قتلها سلسلة مترابطة من الأسباب الصغيرة: أصبع أوقف سيارة، قلم وضع على صندوق البريد، قلم سقط على الأرض، رجل انحنى ودراجة اصطدمت، شجار بدأ، سائق التفت، إشارة حمراء أهملت، وحياة انتهت. لهذا يقول العلماء: رفرفة جناح فراشة لا تنشئ الإعصار وحدها، لكنها قد تكون الشرارة الأولى في سلسلة معقدة من التغيرات الجوية تنتهي بعد وقت طويل بإعصار. وهكذا هي حياتنا أيضا. في لغة الجسد قد تغير نظرة واحدة مشاعر شخص، وقد تغير ابتسامة قرارة، وقد تثير إشارة باليد رد فعل لم يكن متوقع. وفي الحياة قد تكون كلمة أو موقف أو تصرف تراه تافها هو أول حجر دومينو يسقط، ثم تتوالى بقية الأحجار حتى تصل إلى نتيجة لم يتخيلها أحد. أخيرا، لا تستهن أبدا بالأشياء الصغيرة، فبعض الأعاصير تبدأ برفرفة، وبعض المآسي تبدأ بقلم.